قبل بداية الفيديو أنا ما بتمسخر على القرآن ولا بتمسخر على القارئ نفسه. لو سمحتوا لا تكلوني في التعليقات. إذا سمحتوا لا تيجي تسوي حالك هذا بوتين مالوش حرام وبصيرش وابصر شو. تمام. أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. اسمع خلص بكفي، بالله انك تكمل قراءة السورة، خلص ما تعيدهاش كمان مرة، بكفي يعني. وليش رافع ايديك يا عمو يا شيخنا؟ انت بصلاة يا زلمة. وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون خلاص بريك، ادعس بريك يا زلمة، ادعس بريك. شو البريزة بتخلصش يا زلمة؟ خلص يا زلمة خلص، مرة واحدة مرتين بتكفي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير إن الله بصير إن الله بصير بالعباد. لازم تعيدها 5-6 مرات يعني عشان يرتاح ضميرك. لازم تستطعم فيها يعني الآية. أنا مش فاهم يعني شو منطقك لما تعيد الآية 5 مرات؟ شو بتستفيد أنت؟ خلاص مرة مرتين يا زلمة 3 ماشي، بس أنت بتعيد 5 مرات الآية. وغير هيك إيديك يا زلمة شو وين رافعهن وصلن السقف يا زلمة؟ شو هذا؟ هسه هي الصلاة وهن إيديك على جنابك مش حرام؟ ما بتبطلش يعني الصلاة، بس ترفعهن فوق. شو هاي بطلت صلاة؟ شو عم تعمل لك شيخنا؟ شيخنا مش هيك الصلاة يا شيخنا. وإن شاء الله يكونوا الناس حكولوا إن شاء الله، وإن شاء الله ما يطلع من الشيوخ هذول اللي على راسهم. لا مش حرام. مين قال لك مش حرام؟ أنا أقول مش حرام. شو بتستدل بحديث وآيات؟ مش حرام خلاص مش حرام. لا تعلمني. قوم اقعد مكاني، تفضل اقعد مكاني. هو أنت درست 4 سنين شريعة؟ أنا درست 4 سنين شريعة. لا تحكي معي ولا تتدخل في ديني، حر أنا. يتقال كلام كتير على إن مصر هي السبب. لا أنا هقول لكم كلمة صعبة أوي. أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ ليش بتسألني؟ اسأل حالك، بس اسأل حالك وتعرف الجواب تعال احكي. أبصر روح اسأل المفتي المصري هذا، روح اسأله هو وبعطيك جواب على كيف كيوفك. بس تنساهوش يعني بتزبطه. بتعطيه كم من قرش من تحت الطاولة وبتقول له افتي لي على كيفي. لو أنا السبب في إن أنا ما أدخلش لقمة عيش أقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر الرفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم. وغطى البنزين تبع أمك 24 ساعة مفتوح، وبال7 أيام وبال30 يوم، بس ما فيش حدا يعبي له بنزين للأسف. احنا شو استفدنا منه يعني لما يكون مفتوح 24 ساعة ب15 يفضح وهو بفوتش منه اشي. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. مين فهمك يا سيسي انه الجانب الاخر اسرائيل؟ الجانب الاخر غزة فيه، اسرائيل ما لها دخل. بس الجانب الاخر اللي انت قصدك عنه اللي هو على التلفون قال له ماما نتنياهو عادي افوت اشي؟ لا اذا فوت اشي بنقلعك وبنجيب خاين غيرك او تيجي. كنت بمزح يا زلمه، تصدقت بمزح والله بمزح يا زلمه. بس لا يمكن وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والاشعارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.